مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل فول بالبيض. تعالوا نشوف المقادير. دول تقريبا 4 كوبايات فول، عايرتهم بعد ما اتدمسوا، تقريبا كيلو بعد ما اتدمسوا. ممكن طبعا نستخدم العلب، هيبقى علبتين، كل علبة نص كيلو. 3 كوبايات عصير طماطم طازة، انا عصرتهم وصفيتهم عشان اتخلص من البذر والقشر. هستخدم معاهم نص كوباية صلصة طماطم اللي هي العلب، عشان بس تديها لون، لان عصير الطماطم بيبقى فاتح. 4 بيضات، وممكن نزود البيض لو حابين. بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة. نص معلقة صغيرة فلفل اسود. معلقة كبيرة عصير ليمون. نص معلقة صغيرة بهارات. البهارات عبارة عن مجموعة من التوابل مخلوطة مع بعض، والبهارات في كل بلد بتختلف عن أي بلد تاني. معلقة صغيرة خليط من الكزبرة الناشفة والكمون متحمص ومطحون. معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة. قرن فلفل حار، دول 2 صغيرين. حوالي 4 معالق كبار زيت، ده زيت الكانولا، ممكن نستخدم زيت الذرة أو زيت الزيتون. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة هعملها، هجيب مقلاية تكفي كمية الفول والبيض. دي مقلاية كبيرة شوية. الأول هولع النار على العالي وأحط تقريبا 3 معالق كبار الزيت، وعلى طول أحط البصل وأشوحه لحد ما يتغير لونه، وأحط معاه في نفس الوقت الفلفل القرون، أنا قطعته قطع صغيرة. لازم البصل يتحمر كده زي ما احنا شايفين. ههدي النار دلوقتي واحط عصير الطماطم، وبعد كده اغطيها واسيبها لحد ما تتسبك. زي ما احنا شايفين الطماطم تقريبا اتسبكت خلاص، ولونها برضو لسه فاتح. فهحط دلوقتي صلصة الطماطم واستنى لما تغلي واضيف بقية التوابل. بعد كده هحط الملح، هحط دلوقتي تقريبا معلقة صغيرة، والفلفل الاسود والكزبرة مع الكمون والبهارات وعصير الليمون، وعلى طول احط مية الفول واستنى لما تغلي. وبعد كده احط الفول، وهنا ادوق الملح، لو احتاج ممكن اضيف. وبعد كده اغطيه واسيبه يتسبك شوية قبل ما اضيف البيض. هو كده تقريبا اتسبك، بس لازم طبعا يبقى فيه صوص كده. انا دقت الملح دلوقتي لقيته حلو، مش محتاج ان انا اضيف ملح تاني. في الوقت ده انا هولع الفرن عشان يسخن، وفي الغالب هستخدم بس الشواية من فوق عشان البيض يستوي. هبتدي احط البيض واحدة واحدة، طبعا كمية البيض حسب الرغبة. في عندي اختيارين، ممكن اغطيه واسيبه لحد ما البيض يستوي، او احطه في الفرن واولع الشواية. هو مش محتاج اي حاجة تستوي غير البيض. قبل ما احطه في الفرن هرش عليه شوية زيت من فوق على كل بيضة كده، حاجة بسيطة يعني ما يعادل معلقة على المقلاية كلها. بعد كده هحطها في الفرن واولع الشواية من فوق. زي ما احنا شايفين البيض استوى واتحمر كمان من فوق، والفول كمان اتحمر. ممكن اغرفه زي ما هو كده او اقلبه في طبق التقديم. قبل ما اقلبه في طبق التقديم احاول اسلك الجناب كده، بس طبعا اقلبه بحرص. وهو سخن كده ممكن ارش عليه شوية زيت زيتون. زي ما احنا شايفين طريقته بسيطة وسهلة جدا. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.